متولي، انت كويس؟ ما تفكرش ان انا نسيتك يا فتحي، ما تفكرش ان انا نسيتك. فاكر لما جماعتك جم من كام سنة قتلوا جماعتي؟ وصيتك ليا ساعتها خلتني اقسم اني هقتلك. عم فتحي قال له انه افتكروا خلاص، ويا ريته ما افتكروا، عشان شكله بقى عبيط قدامه خلاص. بس في حاجة مزعلة عم فتحي، انه فاكر ساعتها لما قلت لك اليوم ده انسى الحياة دي، ابدأ من جديد، خليك بني آدم طبيعي، خليك واحد عادي، بره حياة الإجرام وبره حياة القتل وبره حياة العنف وكل حاجة وحشة في السكة دي. قلت لك ابعد عنها، وانت ما بعدتش عنها. بس يا خسارة، انت لسه زي ما انت، قتال قتلة، حرامي، كذاب، مجرم، شخص حقير، شخص زبالة، شخص لازم يموت. الكلمات دي قتلته من جوه. وايه؟ ف ف فتحي مات. عم فتحي مات، موته هو كان بيحاول يهرب منها. بعد 73 سنة عم فتحي مات. حاول يعيش حياة، هو حاول يعني مش عارف اقول ايه. عم فتحي كان بيحاول يهرب من السكة دي، كان بيحاول يعيش حياة الراجل العادي، كان بيحاول يبقى يعمل بالنصيحة اللي هو كان بيقول لفاروق بيها. بس خسارة، ملحقش حتى يتهنى بأي حاجة. صوت تخبيط حصل على الباب، البوابة الكبيرة. حوظلم وصل وقعد يخبط على البوابة. بوابة فتحت، راح حوظلم دخل، بس للأسف دخل متأخر قوي، بعد ما خلاص ما فتحي مات، متولي بيموت خلاص. بس رئيس العصابة، رئيس العصابة طبعا مبسوط. كان زنان، وصاحبك التاني قرب يموت خلاص. اقدر اسيبه، بس هتموت انت. بس انت لسه بتقابل مع ابوك واخوك صح؟ وانا عشان انا راجل طيب وكويس هديك اختيارين يا حوزة. تختار نفسك ولا تختار الحد الحقير ده؟ يعني هل ابوك واخوك غاليين عندك صح؟ اه. طب حلو، اختار يا حوزة. حبظ قعد يفكر، بص فوق لقى اللمبة شغالة، هو ده المصدر النور الوحيد في المكان. حبظلم ابتسم. الاتنين. حبظلم ضرب على اللمبة وهو طلع يجري. حبظلم عرف يستخبى. اعملي 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 اعملي. رئيس العصابة أمرهم إنه يوقفوا ضرب. حبظلم حسب هو عنده كام ذخيرة، 17 طلقة، 17 طلقة، و17 طلقة في المسدس. حبظلم حط الكاتم. رئيس العصابة أمر إنهم يدوروا عليه. حبظلم أخد نفس لبس القناع و واحد. حبظلم أخد أي حاجة من جيب اللي قتله. حبظلم لقى قنبلة، فرصته إنه يعيش زادت. بس أول ما فكر في كده، أهلا بيك، حبظلم قتله بسرعة ولقى قنبلة تانية، وأخد المسدس التاني وفتح مجزرة. حبظلم قتل كمية بشر. ومش بس كده، حبظلم فتح القنبلة ورماها حبظلم راح لمتولي. متولي، متولي. حبظلم بيحاول هو يفك القيود اللي على متولي. متولي قال انه ما يظنش انه هيقدر يعيش. روح من غيره، روح من غيري يا حبظلم.
بلاش عبط بلاش عبط. حبظلم فك قيد متولي وسنده على كتفه. هتعمل ايه؟ مش عارف. بس وهو بيجري متولي اخد القنبلة من جيب حبظلم ورماها، واخد المسدسين وبدأ يضرب عليه. اجري يا حبظلم، اجري يلا روح. حبظلم مش مصدق انه هل فعلا هيسيب متولي، بس مفيش اي حاجة يقدر يعملها. بس وهو بيجري اتضرب عليه نور. لعبت مع الشخص الغلط. ياه. كله يسلم نفسه، كله يسلم نفسه. هو ده يا باشا اللي لابس قناع ده اخويا واللي خطفوه. هم دول، هم دول يا باشا. إسعافات. اخيرا مسكتك يا حنش، اخيرا. هو بقى هو مفكر ان ده حنش، بس هو ده مش حنش عشان الناس يعني ما يفكرش حاجه. عدى كام سنه من ساعه المشكله دي ما حصلت. تامر ما قالش لابوه الحقيقه انهم اتخانقوا، قال له ان اخوه اتخطف، وتامر حاول يساعده، عشان كده كان وشه مليان دم. طب هو حوظلم فين دلوقتي؟ حوظلم دخل في اكتئاب، اكتئاب رهيب. أعز الناس ليه ماتوا قدام عينه، ومعرفش يعمل حاجة ولا إنه يلحق أي حد فيهم، حتى أبوه كل ما بيحاول يكلمه حازم بيقول إنه كويس، بس هو حازم مش كويس وعمره ما هيكون كويس. تخيل أعز الناس ليك ماتوا قدامك وبسببك، هو فعلا بسببه. وهنا تكون نهاية قصة حبظلم. اه، دي نهاية قصة حبظلم، الشخص اللي حاول يكون ناجح بالحرام، الشخص اللي حاول يبقى حاجة بالحرام، هو دي نهايته. مش شرط دي تكون نهاية أي حد كده، بس من معتقدي إنه حبظلم دي أحسن نهاية لي. أطول قصة أنا كتبتها وأكتر قصة كنت فرحان وأنا بكتبها، جابت لي اكتئاب ساعات الصراحة، بس كنت فرحان بيها. أكني كده بربي عيل صغير. بس عامة بجد أنا متحمس أوي للقصص الجاية، بجد مجهز شوية قصص بجد استنوها. طبعا استنوا قصة العالم جمعة في رمضان. طبعا هنزل في قصة مش عايز أحرقها، بس هتكون اسمها، مش عارف هغير اسمها ولا لأ، بس هي هتبقى الولد الشحات. دي بجد قصص أنا عجباني، فاستنوها إن شاء الله. وبس، السلام عليكم.